السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد، يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة زي ما انتوا شايفين معايا كده القلقاس، طبعا كلنا عارفينه في مصر. معرفش هو موجود في الدول العربية التانية ولا لأ. هنعمله مع بعض النهاردة ان شاء الله من الألف للياء. ازاي بتختاريه؟ زي ما انت شايفة معايا كده القلقاسة بتبقى مدورة، بختارها حجم متوسط، مش كبيرة قوي قوي ولا صغيرة قوي عشان ما تهدرش معايا في القشر. بقشرها ازاي؟ بقطع الحلقة الأولانية من قدام، وبقطع برضو حلقة من ورا كده بحيث ان هو يعمل لي قاعدة للقلقاسة معايا، وبروح حطها على القاعدة دي ومقشرة كده بالطول زي ما انتوا شايفين معايا. دي اسهل طريقة يا جماعة لتقشيره، لان في بنات كتير بيستصعبوا عملية تقشير القلقاس دي، فدي تعتبر اسهل طريقة لتقشير القلقاس معايا. بفضل بقى اقشر كده داير ما يدور من فوق ومن تحت، واي حتت بقى شكلها مش كويس، صفرة فيها خروم شوية كده بنية، اي حاجة من دي بشيلها معايا وانا بقشر. وبحاول تكون القشرة تخينة شوية، زي ما يكون بقشر بطاطس بس قشرته بتكون تخينة شوية. اي حتت حمرا برضو زيادة عن اللزوم بشيلها معايا، عشان الحتت دي بيبقى فيها صمغ تقيل شوية. واحدة كمان اهي بقطع كده زي ما انتوا شايفين الدايرة من فوق ودايرة من تحت، واوقفها بقى على الدايرة دي، واروح مقشرة بالطول كده. كده انا خلصت معايا تقشير. بعد كده ما بغسلش القلقاس وما بحاولش اعك ايدي ولا السكينة ولا البلانشة بتاعتي اي نقطة مية خالص معايا، علشان عملية التقطيع تبقى سهلة جدا بالنسبة لي. ما عكش اي حاجة مية خالص، حتى لو في حاجة معكوكة بنشفها كويس قوي قوي. ايدي، السكينة، البلانشة زي ما انتوا شايفين معايا كده. انا شلت القشر طبعا ونضفت الدنيا ومسحت كل حاجة ونشفت كل حاجة من المية عشان ما يمزلقش معايا ويعمل المادة اللزجة بتاعته. ببدأ اقطع بقى ويكون معايا سكينة كده حامية وطويلة شوية، واروح مقطعاه حلقات زي ما انتوا شايفين معايا كده. طبعا انا عامله له قاعده زي ما احنا اتفقنا من الاول، بوقفه على القاعده دي واروح مقطعاه حلقات زي ما انتوا شايفين، وبيكون معايا في منتهى السهوله. بس عايز طبعا ايه، قوه شويه. بوريكي انك ممكن تقطعيه كده وممكن تقطعيه كده، والسكينه لازم يا جماعه تكون طويله شويه عشان اتك عليها من ناحيتين زي ما انتوا شايفين معايا كده. بعد ما بخلص بقى الكميه بتاعتي تقطيع كده حلقات او طرنشات، باجي بقى اقطعه مكعبات زي ما انتوا شايفين كده في منتهى السهولة على القطاعة او البلانش بتاعتي، وبروح حاطاه كده ومقطعه زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. باخده بقى يا جماعة بعد كده وممكن اغسله واعينه في الاكياس بتاع الفريزر، او من غير غسيل وبعينه لانه نضيف معايا زي ما انتوا شايفين. واما بطلعه للاكل او للاستخدام بشطفه شطفة كده قبل ما استخدمه زي ما انتوا شايفين معايا كده. يلا بينا نشوف هنطبخه ازاي مع بعض. اول حاجة بجيب الحلة بتاعتي، بحط فيها اي مادة دهنية عندي، سمنة بلدي، زيت، انا عندي هنا حتة ليا سيحتها وحطيتها معايا. بجيب بصلة متقطعة حلقات او مكعبات، ومعايا كام فص توم، واللحمة بتاعتي بحطهم كلهم مع بعض في الحلة، باخدهم تشويحة. ممكن احط البصل الاول، ممكن احط اللحمة الاول، ممكن احطهم مع بعض زي ما انتوا شفتوا كده، مفيش اي مشكلة. بجيب بقى شوية فلفل معايا، فلفل اسمر، وبشوح اللحمة كده بديلها صدمة لحد ما تشرب ميتها خالص، وما بحاولش اقلبها كتير
لحد ما بتتشوح معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وبيكون عندي مية سخنة بتغلي. طبعا بحط هنا كام ورقة لورا بيطعموا لي الشوربة بتاع القلقاس جدا جدا، وبيخلوا طعمها في منتهى الجمال. زي ما انا بقول لكم معايا مية بتغلي، بروح مزودة شوية صغيرين، كوباية كده، ما بكترش في الاول، يعني كوباية بكوباية لحد ما اللحمة تستوي معايا خالص. بحط الكوباية دي وبغطي عليها وبسيبها تغلي غلوتين، وبعد كده بوطي عليها. واول ما الاقيها خلاص بدأت تدخل معايا في مرحلة السوا، بروح مزوداها كمية المية اللي انا عايزاها للقلقاس، وبغطي عليها برضو وبسيبها تغلي غلوتين لحد ما توصل لمرحلة الغليان. اروح جايبة القلقاس بتاعي زي ما انتوا شايفين معايا اهو، اللي احنا فرزناه مع بعض، واديله شطفة كده. مش هيجراله اي حاجة يا جماعة بمية الحنفية، ما تخافيش. زي ما انت شايفة معايا كده ما بيعملش اي مزلقة ولا اي حاجة بمية الحنفية العادية. اوعي تغسليه بمية سخنة. بعد كده بعد ما بشطف الشطفة دي بيبقى معايا زي البطاطس بالظبط يا جماعة. بحطه في الشوربة لازم وهي بتغلي. اهم التركات بقى في عمل القلقاس ان انت ما تقلبوش كتير، انت بس حطيه وغطي عليه وسيبيه يغلي من غير ملح من غير اي حاجة خالص. يا دوبك انت بتحطيه في الشوربة وهي بتغلي وتغطي عليه وتسيبيه لحد ما يوصل زي ما انت شايفة معايا كده بيغلي. في بقى تركة تانية، ان انت لو عايزة الشوربة او القلقاس بتاعك يبيض ويفتح، بتعصري عليه عصرة ليمون زي ما انت شفتي معايا كده. هنسيبه بقى يستوي براحته، ونروح نعمل ايه التقلية بتاعت القلقاس. عبارة عن ايه زي ما انت شايفة معايا كده، تومة مهروسة في الطاسة، وبجيب الكزبرة الخضرة معايا، باخد منها العنق برميها، وباخد الحبة من اول الورق ما بيبدأ، وبروح مقطعاش تقطيعة صغيرة شوية وبحطه في الخلاط معايا. بجيب ورق السلق، انتوا زي ما انتوا شايفينه معايا كده، انا كنت حاطاه في الفريزر، باخد منه شوية وبحطه مع الكزبرة. طب اللي ما عندهاش ورق السلق بتستكفي بالكزبرة او العكس. وللي ما تعرفش شكل ورق السلق، وهو اخضر اهو، باخد الورق بتاعه بس وبحطه في الفريزر معايا وبستخدمه بعد كده زي ما انتوا شايفين، يا اما في تقلية القلقاس يا اما مع الملوخية، بيبقى روعة وبيديها لون اخضر جميل جميل جميل. هنا برضو لما بستخدمه معايا في التقلية بتاع القلقاس بيديني اللون الاخضر الحلو قوي قوي، وباخد الطعم الجميل من الكزبرة الخضراء والريحة الجنان دي من الثوم. خلي بالكم بفرم الخضرة مش فرم ناعم قوي. وزي ما انتوا شايفين معايا كده انا بصفي الخضرة بتاعتي من المية بعد ما عملتها في الخلاط، وهشوحها مع التومة. ويستحسن يا جماعة ما تحطوش التوم المفروم معاكم في الاول، حطوه بعد ما توصلوا للمرحلة اللي انتوا شايفينها دي. بعد ما بنشف الخضرة معايا قوي قوي، بحط بقى التوم في الوقت ده وبديله تشويحة مع الخضرة، بيبقى احسن عشان ما يتحرقش مني من الاول. بعد كده بطش الطاسة بتاعتي دي بشوية الشوربة، وهتشمي احلى ريحة في الدنيا. اي حد له في المطبخ هيعرف الكلام ده. ولازم يا جماعة الشوربة بحطها في الطاسة، ما بحطش الخضرة في قلب الحل على طول. هنا بقى معايا المية الخضرة اللي احنا صفيناها من الخضرة اللي احنا عملناها في الخلاط. ممكن احطها بقى هنا، عندي اختيارين، ممكن احطها على الشوربة بتاعتي، يا اما لو عايزة الشوربة لونها فاتح زي ما هو ما بتحطيهاش، بتحط بس الخضرة اللي احنا قليناها على الشوربة وخلاص. او في اختيار تاني ان انت تكوني اصلا مقطعه الخضره على ايدك حتت رفيعه جدا جدا، من غير ما تستخدمي الخلاط خالص. وبتروحي برضو عامله نفس العمليه، مشوحاها بالسمنه او الماده الدهنيه بتاعتك لحد ما بتحمر تنشف معاكي، وبعد كده بتحطي عليها فص الثوم المدقوق وبتحطيها على القلقاس بتاعك في الاخر. هنا بقى هنبدأ معايا ومع البنوتات الحلوين هنعمل الرز. الرز سهل جدا يا جماعة. بتجيبي برضو المادة الدهنية بتاعك، لو هتعمليه بشعرية بتوصليها لحد بتحمريها لحد ما بتوصل معاكي للون ده كده، وبعدين بتكوني غسلة الرز بتاعك وبتحطيه عليها، بتدوله تقليبة كده مع الشعرية. وبعد كده هتظبطي المية معايا
وهقولك تظبطيها ازاي. هتحط الملح ونجيب المية بقى سخنة او من الحنفية عادي سيان كل واحد. هنحط المية ونقلب الرز معايا. الرز لو صعب التقليب معاكي يبقى كده لسه المية بتاعتي ما وصلتش للمستوى اللي انا عايزاه او للحجم المطلوب. انا مش هديكي معيار معين لان كل رز بيختلف ميته عن التاني، فهنا لازم تكون الرز بيتقلب معاكي كده بسهولة، يعني مش واقف. شوفي شايفة هنا واقف في التقليب شوية، بفضل ازود حبة بحبة لحد ما الاقيه بيتحرك معايا شوية بسهولة زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو. بحط حبة بحبة صغيرين. طب افرضي المية زادت منك مفيش مشكلة، بتقلليها او بتكبي الزيادة. او يا اما في طريقة تانية ان انا بحط عقلة صبعي كده وبتوصل للعقلة او عقلة ونص. في بعض انواع الرز بتاخد عقلة واحدة لحد ما المية توصل للعقلة الاولانية كده، وكده يبقى خلاص العقد بتاعه مظبوط، او عقلة ونص. انا يا جماعة ما بغطيش عليه، بسيبه مكشوف لحد ما بيغلي الغلوتين 3 لحد ما بيوصل للمرحلة اللي انتوا شايفينها معايا دي. اول ما بيوصل للمرحلة دي بحاول اخلي المية سوى واحد في الحلة كلها، يا اما بغير اتجاه الحلة بحركها على النار، يا اما بالمعلقة كده وبساوي المية في الحلة بتاعتي. وبعد كده اروح مغطية عليه، ما بقلبش بقى تاني خلاص، بروح مغطية عليه وموطية على اخر حاجة في البوتاجاز لحد ما يتشرب المية بتاعته خالص. بفتح عليه بلاقي بالمنظر ده مفلفل وجميل. هنا بقى بحط المادة الدهنية، بزود، انتي عايزة تزوديها زوديها. بحاول بقى اقلب الحلة كلها، ما بسيبش الرز مكتل على بعضه. وبغرف بقى الطبق بتاعي، وبعد كده نروح للقلقاس بتاعنا ونغرفه في الطبق بتاعنا زي ما انتوا شايفين معايا كده. شايفين الشوربة بتاعته ما فيهاش اي لزوجة، ولونها جميل جدا وروعة، اللون الاخضر الحلو. ولو انتي مش عايزة اللون ده زي ما احنا قلنا ما تحطيش المية الخضراء، او تقطعي الخضرة على ايدك تقطيع رفيع خالص. شايفين يا جماعة القلقاس جميل ازاي؟ بقى معانا طبق الرز بتاعنا الجميل ده وطبق القلقاس بتاعنا الحلو ده. هو بألف هنا وشفا عليكم يا رب. يا رب تكون بناتي الحلوين استفادوا مني النهاردة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة، ودعوة حلوة منكم ليا والأولاد بصلاح الحال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.